بيوت كتير ممكن تبان من بره هادية وساكنة، بس من جوه ممكن تبقى بركان قابل للانفجار في أي لحظة. والمصيبة الكبيرة ساعات مش بتكون في الخناقة نفسها، لكن في الطرف التالت اللي بيدخل. يا ترى بيدخل علشان يحل، ولا بيدخل يولع الدنيا أكتر؟ الليلة دي هحكي لكم عن جريمة هزت شارع كامل. جريمة كان سببها الأساسي خلاف بسيط بين زوج وزوجته، لكن اتقلب لحكاية دموية راحت ضحيتها أرواح وتهدد بسببها بيوت. القصة بتبدأ مع منى وإسماعيل. إسماعيل كان شاب عادي بيشتغل ويكافح علشان يعيش حياة مستقرة، ومراته منى كانت ست بسيطة بتحب أهلها جدا، لكن كان بينهم دايما مشاكل صغيرة، مشاكل ممكن أي بيت يعدي منها بسهولة. المشكلة إن منى كانت أول ما تحصل خناقة تقوم تلم هدومها وتروح تقعد عند أهلها بالأسابيع. وسيبك من إنها بترجع، لا، دي كانت بترجع بعد ما إسماعيل يروح يعتذر ويترجاها كذا مرة. الموضوع بقى بيتكرر لدرجة إن إسماعيل بقى بيتضايق من اللي بيحصل ده، حس إن بيته مش ثابت ومش مستقر، وإن أي مشكلة صغيرة تنتهي إن مراته تاخد بعضها وتروح عند أهلها. لكن الليلة اللي حصلت فيها المصيبة كانت مختلفة تماما. حصلت خناقة كبيرة بين منى وإسماعيل. إسماعيل أول مرة يقفل باب الشقة بالمفتاح ويقول لها خلاص، مش كل مرة نزعل تقومي تجري عند أهلك، المرة دي هتفضلي هنا ونحل مشاكلنا جوه البيت. لكن منى ما استحملتش الكلام ده، جرت على أوضة النوم وقفلت على نفسها ومسكت التليفون بتاعها واتصلت بأخوها: الحقني يا أحمد، إسماعيل حابسني ومش عايزني أنزل، أنا مش قادرة أعيش معاه تاني، تعالى وشوف حل معاه. في نفس الوقت ده كان إسماعيل واقف ورا الباب عمال يتحايل عليها ويقول لها خلاص يعني عدي اليوم وما تزعلنيش منك، والله مش هعمل كده تاني، واللي يرضيك هعمله. وبعد شوية منى فتحت الباب وقعدوا يتكلموا، صوتهم بدأ يهدى وقعدوا يعترفوا بأخطائهم لبعض. هي تقول له انت السبب، وهو يقول لها لا، انت كمان ليك غلطات. في الآخر اتصالحوا وقعدوا جنب بعض بيحاولوا ينسوا اللي حصل. لكن في نفس الوقت ده جرس الباب ضرب. مين ده؟ أحمد أخو منى. إسماعيل حاول يخفف الموقف وقال له مفيش مشكلة، كنا متخانقين وخلاص اتصالحنا، تعالى اقعد نتغدى سوا. لكن أحمد رفض وقال ازاي يعني، أنا جيت يبقى لازم أعرف إيه اللي حصل، وانت يا منى قوليلي كل حاجة. منى بدأت تحكي اللي حصل بينها وبين جوزها، وأحمد رد: خلاص أنا شايف إن العيشة بينكم ما تنفعش، الأحسن لك يا أختي تروح عندنا وتطلب الطلاق. إسماعيل صدم: إيه ده؟ أنا ومراتي لسه متصافيين من دقايق، أنت جاي تزود النار ليه؟ لكن أحمد كان واخد قرار من قبل ما يجي، وقال أبويا بنفسه قال لي لو منى رجعت زعلانة تاني البيت مش هترجع بيت جوزها، يبقى الليلة دي هتيجي معايا وخلاص. الكلام ده كان زي الشرارة اللي ولعت البركان. إسماعيل حس إن الدنيا كلها بتتسحب من تحت رجليه، وإن مراته هتسيبه المرة دي ومش هترجع تاني بيت الزوجية. اللي حصل بعد كده كان كارثة. إسماعيل فقد أعصابه ومنعهم يخرجوا، وابتدت مشادة كبيرة بينه وبين أحمد. الجيران سمعوا الصوت وحاولوا يفتحوا الباب، لكن الباب كان مقفول بالمفتاح من جوه. الصوت عالي والصراخ وبدأ يملى العمارة، وللأسف النهاية كانت مأساوية: ضرب ودم ونار، لأن كان في جيركن بنزين في البيت. ساعتها إسماعيل مسكه واستخدمه ومعود كبريت، الدنيا كلها ولعت. الجيران لما دخلوا الشقة لقوا منظر صعب، لحقوا منى واخوها على المستشفى، لكن اصابتهم كانت خطيرة جدا، قعدوا ايام في العناية المركزة، وللأسف الاتنين فقدوا حياتهم واحد ورا التاني. اسماعيل اتحبس والتحقيقات فضلت شغالة، ولحد النهاردة الحكم النهائي لسه ما اتقالش، بس الجريمة زي دي عقوبتها واضحة وهو الإعدام. وهنا السؤال اللي يفضل مطروح: هو الطرف الثالث اللي دخل ساعد في حل المشكلة، ولا كان السبب الرئيسي
في اشتعالها. ايه اللي كان ممكن يحصل لو احمد لما لقى اخته وجوزها متصالحين كان قال الحمد لله ومشي؟ يمكن كان اليوم عدى وكانوا كملوا حياتهم حتى لو فيها مشاكل صغيرة، لكن للأسف كلمة زيادة وتصرف مش في مكانه قلبوا حياة كاملة لجريمة. قولوا لي يا جماعة في التعليقات ايه رأيكم في اللي احمد عمله؟ هل كان عنده حق يدخل علشان يحمي اخته، ولا كان لازم يسيبها هي وجوزها يحلوا مشاكلهم؟ ولو كنتوا مكان اسماعيل كنتوا تتصرفوا ازاي؟ مستني تعليقاتكم، وما تنسوش تدعموا القناة بلايك والاشتراك علشان نوصل لكل حكاية من الصندوق الاسود. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، اشوفكم في حلقة جديدة. سلام.